السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الاحوال ديالكم تكون طيبه، وكنتمنى هاد لا فيديو ديالي اليوم تلقاكم في احسن الاحوال. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نحضر هاد الكيكه ديال الجزر والكركاع. كتجي رائعه بزاف مع واحد الكريمه حتى هي كتجي زوينه بزاف، كتجي خفيفه كما كتشوفوا معايا. دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه في واحد الاناء غادي نوضع 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. الا ما كانوش بدرجه حراره المطبخ ممكن ديروهم شويه في الماء دافي واحد 5 دقائق ولا في الماء سخون، او لا ما تشعلوش الفران قبل. انا غادي نقول لكم كيفاش من بعد. غادي نضيف هنا كاس ديال السكر وواحد ساشي ديال الفاني. غادي نطرب كلشي كما قلت لكم. بالنسبه للكيك الا كنتو باقي ما خرجتوش البيض بكري من الثلاجه اولا الحليب اولا الياغورت اولا شي حاجه، هذاك الكيك بالضبط ما تشعلوش ليه الفران قبل يكون سخون الفران، تخليوه هكاك تتخشيو الكيك عاد شعلوه عادي. الا كان عندكم كلشي بدرجه حراره المطبخ عفوا، ديك الساعه ممكن تشعلوا الفران قبل، ماشي مشكل يكون سخون وتدخلوا الكيك ديالكم. هنايا ضفت كاس ديال الزيت حتى هو غادي نطربو مزيان مع المكونات. 4 كاس ديال الحليب. غادي نضيف 2 كيسان ديال الجزر اللي يكون محكوك بالحكاكه الرقيقه من طبيعه الحال، يكون رقيق باش ما يجيناش هكا باين في الكيك. راه هاد الطريقه هذه راه ما كيجيش باين نهائيا، ما تحسوش كاع نهائيا بان الكيك فيه الجزر. عندي هنايا نص كاس ديال الكركاع اللي هرمشته، يكون غير مهرمش. غادي نضيف هنايا نص معلقه صغيره ديال السكنجبير ونص معلقه صغيره ديال القرفه. ومن بعد غادي نضيف هنايا 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، وغادي نضيف 2 ديال الخمارات. من طبيعه الحال الخمارات مع الدقيق نغربلوهم باش هكا كتحصلوا على كيك اللي يكون القوام ديالو خفيف وينجح معكم. غادي نخلط هاد المكونات مزيان. الخليط يجي على هاد الشكل هذا، ماشي ثقيل بزاف وماشي عاود خفيف. غادي ناخذ واحد المول اللي دهنته بشويه ديال الزيت ورشيته بالدقيق. المول اللي يجي على هاد الشكل هذا ممكن ديروه في مول عادي داير، ماشي مشكل. صافي هنايا غادي ندير الخليط ديالي وغادي ندخل الكيك ديالي عفوا الفران. الا كنتو كما قلت لكم عندكم كلشي جبدتوه من الثلاجه ما تشعلوش الفران قبل، صافي تا تخشيو الكيك عاد شعلوا الفران. كنتو جبدتو داكشي يعني كان عندكم درجه حراره المطبخ، راه غادي تسخنوا الفران هو الاول تيسخن، عاد غتنقصوا ليه غير من التحت. يعني الطريقه باش كنطيبوا الكيك عاديه، طريقه عاديه باش كنطيبوا الكيك. صافي الكيك ديالنا هو هذا. من بعد ما طاب وبرد راه كيجي على هذا الشكل هذا. الا شفتوا راه كيجي خفيف، ما كيجيش نهائيا هكا مدقس ولا شي حاجه. هنايا غادي ناخذ الكريمه السائله. بالنسبه للكريمه انا هذه خديت هذه ديال 200 ملي. ممكن انكم تستعملوا هكا 2 كيسان، ولا الا كانت عندكم الكبيره خذوا 2 كيسان منها. غادي نطربها مزيان. انا عندي اصلا حلوه فما غاديش نزيد لها السكر. الا كانت عندكم الاخرى المسوسه زعما اللي بدون سكر ممكن تضيفوا ليها 2 معالق ديال السكر. اطربوها مزيان حتى كطلع. ومن بعد غادي تضيفوا ليها الجبن، اي جبن عندكم زعما اي نوع ديال الجبن. غادي تضيفوا 3 المعالق يكونوا كبار مزيان حتى ل 4 المعالق، يعني باش ما كثرتوا الجبن غادي يجيكم الكريمه غتجيكم احسن. يعني باش ما كثرتوا الجبن الكريمه ديالكم غتجي زوينه. داك المزيج ديال الجبن مع الكريمه راه كيجي لذيذ بزاف وكيجي رائع. صافي انا غادي نقادها على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم الا كنتو درتوها غير في مول عادي داير عادي فغادي تهزوا غير هاد الكريمه هكا وغتحاولوا تقادوها هكا من الفوق، يعني تحاولوا غير هكا بشي موس ولا بشي حاجه تحاولوا تقادوها من الفوق. انا خديت هذا ودرت الكريمه على هذا الشكل هذا. التزيين كيبقى اختياري،
ممكن تزينوا باي طريقه بغيتو هذيك الكريمه. ممكن ديروها فوق من الكيكه كامله هكا، ممكن تقسموها على جوج وديروها الوسط، يعني ماشي مشكل. هنا انا خديت شويه ديال خيزو اللي كنت حكيتو، داك اللي كان شاط ليا، صافي زينت بها هكا من الفوق، وشي شويه ديال الكركاع حتى هو فقط للتزيين، غير شويه شويه هكا باش كنزينو. انا هنايا زينت شويه بسكر كلاصي غير الجوانب هكا، غير بشويه سكر كلاصي. وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما وجد، كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم لا في الشكل ديالو، والمذاق كونوا اكيد انه رائع. كما قلت لكم الكريمه باش ما كثرتوا ليها الجبن باش ما غتجيكم احسن، والكيك غير تبعوا جميع المراحل غادي ينجح معكم فعلا. كيك اللي كيستحق التجربه. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه كيجي واحد الكيك اللي خفيف. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي من الداخل، اللون ديالو كيجي رائع بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. صافي وبهكا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا فراسكم، الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.